في الفيديو ده هنعمل زرار فلوتنج اكشن بutton زي الشكل ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم احمد من قناة فكساح الله، والنهاردة هنعرف فلوتنج اكشن button. يلا بينا. النهاردة بقى هنعرف ان شاء الله فلوتنج اكشن button. اول حاجة نعمل كنترول سبيس، نجيب فلوتنج اكشن button. فلوتنج اكشن button بقى مليان حاجات برضو. نعمل كنترول سبيس، نكتب برضو ايه نوعها فلوتنج اكشن button، ندوس عليها هنا او ويدجت، وهي الويدجت بتاعها ايه فلوتنج اكشن button. نعمل كده ونبرزنش ده، نعمل كنترول سبيس بس كده احنا عندنا ايه، عملنا حوار الفانكشن بتاعت الزرار. بعد كده نعمل كنترول سبيس. عندك بقى ده بقى كل الحاجات بقى اللي احنا ممكن نغير فيها. اول حاجه نجيب ايه الشايلد نفسه، الويدجت الطبيعيه، خليها ايكونز دوت اد. دي كنترول اس، بص ظهرت معانا اهي. عايزين بقى نغير بقى في الشكل بتاعها بقى، الباك جراوند، الحاجات دي كلها سهله جدا. نعمل كنترول سبيس ومليانه بقى حاجات. تعالى اول حاجه نغيرها اللي هو الباك جراوند كولر. نعمل كولرز، دوت، نخليه بلو، يبقى ماشي مع الالوان. نعمل كنترول اس، حلو. تعالوا نغير بقى اللون بتاع الايكون نفسه من خلال الفور جراوند او من الايكون نفسها. نعمل colors دوت، نخليه وايت، 100. بص انا نيجي ندوس عليه الشكل ايه، عايزين نعمل حاجة كده تجذب انتباه اللي هو اليوزر نفسه، ان هو انت بتيجي تدوس عليه يبان حاجة اسمها ايه هوفر، تخلي اللون يتغير، اللي هو لما تيجي تلمسه يبان ان هو انت ايه خلاص دوست عليه. نعمل colors دوت، مثلا نخليه دي بيربل. نعمل كنترول اس، بص ونجيب ماوس عليه اهو، تلاقي بايه اللون بيتغير. في حاجة كمان برضه، ان انت ممكن تعمل elevation over color. elevation دي قلنا عليها قبل كده ان هي بتخلي زي ظل كده من بره. نعمل كده over اهو، over elevation، نخليه مثلا كام، نخليه 20. نعمل كنترول اس، بص تدوس على البتاع في elevation بيبان من بره اهو. ممكن نزود عشان يبان اوي، خلينا بس 65، تلاقيه يبان اوي بقى دلوقتي. بص شايف البتاع اللي تدوس عليه في كده زي الظل بيبان من بره، جامد اوي. ممكن نخليه مثلا ايه يبقى 65 عشان يبقى في المعقول. عندنا ايه كمان، عندنا مثلا التول تاب دي مهمة اوي، اللي انت مثلا ايه لو عايز تعرف اليوزر دي بتعمل من بره كهنت كده، هنت تكست، نسميها مثلا كاد كونتينر مثلا. نعمل كنترول اس، بص هتيجي عليه يظهر لك فوق اد كونتينر ويعمل هوفر معاه. حلو الكلام. عندك كمان تقريبا دول كلها. عندك ممكن برضو تغير في اللي هو الشيب مثلا انت عايز تتحكم بقى في البوردر راديوس اللي من بره. نعمل راوند ريكتانجل بوردر، نفس اللي عملناه قبل كده برضو. بوردر راديوس سيركل، ونخليه كام، نخليه 16. نعمل كنترول اس، هو ما حصلش فيها عشان هو اصلا تقريبا هو 16. لو خليناه زيرو بقى هتلاقيه شارب. بص هو شارب، احنا عايزينه مثلا ايه يبقى زي ما هو. ممكن تخليه زي دايرة، تزود بقى الراديوس بتاعها. بص هتلاقيه دايرة، انا كده خلينا نسيبها دايرة، حاجة مختلفة. في كمان حاجات مهمة، عندك برضو البوردر، عندك السايد بوردر سايد دي قلنا عليها قبل كده برضو في الفيديوهات القديمة اللي هي السايد دي. في برضو ان احنا ممكن نتحكم في اللي هو المكان بتاع اسمه ايه فلوتنج اكشن باتن نفسه. هي دي موجودة معانا برضو. تعالى بقى ايه نقفل الزرار ده اللي احنا عاملينه عشان واخد مكان كبير اهو. ننزل هنا نجيب بقى الفلوتنج اكشن باتن لوكيشن، دي عشان تتغير في ايه، عشان نغير في المكان بتاع الفلوتنج اكشن باتن. اهي فلوتنج اكشن باتن لوكيشن، هنشوف نوعها ندوس هنا اهو. فلوتنج اكشن باتن برضو ايه بس لوكيشن، تبتدي نعملها كنترول سي نرجعها عادي اهو. فلوتنج اكشن باتن لوكيشن، نعمل نقطة
عندك بقى اماكن كتير دوت اوبريتور بقى تجيب لك كل الاماكن. عندك مثلا سنتر توب. تعال نجرب اهو. تعال مثلا نخلي سنتر دوب دي نعمل كنترول اس. بص جه في النص، في ناس بتحطه في النص. ممكن تعمل ايه؟ تعمل مثلا تحط الزرار فين. نخليه اند توب مثلا. نعمل كنترول اس اهو راح هناك فوق على اليمين. شوف انت عايز بتحط فين، عايز تحط الزرار فين وتسيبه زي ما هو. انا نفسي هسيبه زي ما هو، خلي الزرار زي ما هو في ايه تحت على اليمين. نعمل كنترول اس اهو ظبط 100. حرفيا احنا قلنا كل تقريبا يعني 99% اللي انت محتاج تعرفه عن الفلوتنج اكشن باتون. انتظر بقى الفيس 2 ان شاء الله اللي هنعمل فيها ابلكيشن زي شكل كده ستايل المطعم جواه ايه بقى منيو اللي هي الليسته جوه منيو. وده نتعلم فيها ان شاء الله الليست فيو والجريد فيو والسنجل شايلد سكرول فيو. وبرضه هنتعلم فيها ان ممكن نتعلم فيها الستاك مثلا انت ازاي تحط صورة وعليها باتون. ممكن نعملها برضه بكونتينر. وان شاء الله انتظر كل جديد باذن الله.